السلام عليكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنتعلم ازاي نعمل المشهد ده على افتر افكتس. في سنة 2021 جوجل دفعت اكتر من 26 مليار دولار عشان يبقى محرك البحث الافتراضي في اجهزة ومتصفحات مختلفة. جزء ضخم من الفلوس دي راح لابل عشان اي شخص يفتح سفاري يلقى جوجل جاهز قدامه. اول حاجة هندوس كليك يمين نيو كومبوزيشن 1920 في 1080 وهنخلي الفريمات 60 فريم في الثانية وندوس اوكي. اول حاجة هنتعلم ازاي ان احنا نعمل الباك جراوند دي. على طول بندوس كليك يمين نيو سوليد وبندوس اوكي. بنضيف عليها افكت فور كولر جراديانت. بنخلي الاربع الوان دول هنظبطهم بحيث ان هم يكونوا اخضر واحمر واصفر وازرق. هتبدأ ان انت تبعد اللون الاحمر شوية كده واللون الازرق برضو واللون الاخضر بحيث ان هو يكون بالشكل ده. شايف البوينت 1 والبوينت 2 والبوينت 3 والبوينت 4؟ هتدوس الت من الكيبورد وتدوس عليها. هتحط الاكسبريشن اللي ان شاء الله اسيبه لك تحت في الوصف. كل الاكسبريشنز اللي احنا هنستعملها في الفيديو بتاع النهارده سيبها لك تحت في ملف ان شاء الله في وصف الفيديو على الدرايف باذن الله تعالى يعني. وبعدين هندوس على بوينت 2 وندوس الت برضو من الكيبورد وادوس بيست. وبعدين ادوس على بوينت 3 برضو وادوس بيست وتدوس على بوينت 4 الت وتدوس بيست. كده ان هو زي ما انت شايف بيبدأ ان هو يحرك الالوان حركة عشوائية مع بعض، بيخلطهم يعني مع بعض زي ما انت شايف كده. وبعدين هتيجي في التايم لاين تدوس كليك يمين نيو كاميرا وتسيبها بالاعدادات الافتراضية بتاعتها وتدوس اوكي. بعدين تدوس نيو برضو نل اوبجكت وتربط الكاميرا بالنل. لازم طبقة او لير الكاميرا دي تكون تحت النل، لازم دي حاجة اساسية لازم تشتغل عليها في الافتر افكتس. وبعدين هتربط الكاميرا بالنل وتعلم على النل 3D. كل خطوة من دي لازم تعملها، يعني تتأكد مليون في المية ان انت ماشي معايا خطوة بخطوة. وهتعلم على الباك جراوند دي 3D برضه. وبعدين هتدوس على حرف البي على النل وهتعمل زوم عن طريق ان انت بتغير القيمة دي، بتزود القيمة دي بحيث ان انت تعمل زوم زي ما انت شايف كده. واحنا نسينا نضيف الفويس اوفر بتاعنا، هنسحبه كده ونضيفه. اوكي تعال نسمع كده. في سنة 2021 جوجل دفعت. حلو، جوجل بدأت من هنا فهنعلم هنحط مارك هنا بحيث ان احنا الرقم يخلص التعداد بتاعه لحد هنا. بعدين نعمل تكست نيو تكست ندوس هنا وهنكتب كالآتي. هو قال 2021 يبقى احنا هنكتب 2000. بعدين شيفت انتر 2004 شيفت انتر 2010 شيفت انتر 2000 زي ما انت شايف كده. وبعدين هتتعلم عليه 3D وهتكبر القيمة كده وتحاول ان انت تسنتر الانكر بوينت وهتعمل السيف مارجن من هنا هتعلم عليها الاكشن سيف. وبعدين هتعلم على دي عشان يبدأ يظهر معاك او تستخدم المسطرة بمعنى صح. اوكي هتسحب مسطرة من هنا او لاين زي ده وهتسحب اللاين التاني من هنا بحيث ان انت تبقى عارف السنتر بتاعك فين بالظبط. هتبدأ ان انت تحدد لير التكست بتاعك وهتسنتر التكست بحيث ان هو مثلا يكون هنا كده بالظبط. بعدين هتجيب الريكتانجل تول اللي هو المربع ده وهتعلم على الفيل من هنا تخليه مثلا ابيض او اي لون وتلغي الاستروك. هتعمل زوم بالسكرول بتاع الماوس وهتعلم على القيمة بتاعتك كده. بعدين هتدوس من الكيبورد F4 هيفتح معاك التراك مات دي. هتقفلهم كلهم عن طريق ان انت بتحددهم كلهم وهتقفل اللايرات كده عشان بس تشوف الدنيا واضحة قدامك. وبعدين هتسحب التراك مات بتاع التكست وتضيفها في الشيب. هتضيف على الشيب بتاعك الافكت ده فاست بوكس بلور. تمام. هتزود القيمة دي بحيث ان هو يبدأ يظهر معاك الارقام من فوق وتحت زي ما انت شايف كده. هنسحب بس الشاشة دي كده وهتحدد التكست بتاعك هيظهر معاك الخصائص اللي موجودة هنا في قائمة برو بيرتس. لو ملقيتهاش هتحدد ويندو وهتختار برو بيرتس اللي موجودة هنا. اوكي هتنزل تحت خالص هتقلل القيمة كده بحيث ان الارقام تكون قريبة من بعض زي ما انت شايف كده. بعدين هتحدد التكست بتاعك هتدوس بي وهتعلم على البوزيشن اللي هنا. هترفع القيمة لحد ما توصل ل2021 ترحل القيمة دي لقدام شوية. وبعدين من الرقم ده تبدأ تنزل من فوق بحيث ان انت تجيب اعلى رقم يعني مثلا كده تخلي الرقم مخفي خالص. وبعدين تحدد الاتنين كي فريم وتدوس F9 تروح على الجراف وتظبط الجراف بحيث ان هو يكون بالشكل ده.
تعال نسمع كده. في سنة 2001 هو سريع خالص، فاحنا هنبعد الكي فريم ده بحيث ان هو يكون كده. في سنة 2021 هنحاول ان احنا نسرعه شوية، ممكن يكون هنا مناسب. في سنة 2021 لو رجعنا للشكل بتاعنا سنة 2021 جوجل تمام. هو في تعديل بسيط بس عملناه يا شباب، ان احنا غيرنا الفونت نفسه بتاع التكست، خليناه الفونت ده انت ممكن تحمله من على جوجل كروم عادي، او ممكن تلاقيه عندك اصلا في الجهاز وتقدر تستخدمه عادي. اوكي، فالمهم بس ان احنا غيرنا الفونت وخلينا الاعدادات بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعدين هيبدا يظهر جوجل هيبدا يجي من ورا. يعني المفروض جوجل دلوقتي، انا فهمكم ازاي الحوار ده بيحصل. اول حاجه نجيب اللوجو بتاع جوجل ونحاول ان احنا نصغره كده، او مش هنصغره، نصغر السكيل بتاعه بالشكل ده. بعدين نحطه في بري كومبوز ونعلم على الخانة التانية وندوس اوكي. هنحط عليه افكت سي سي لايت سويب، وهنحط عليه افكت بيفل الفا، ونخلي القيمة دي 4، وهنحط عليه افكت تاني اللي هو الاستوديو شادو زي ما انت شايف كده، ونقلل الشادو بتاعه بحيث ان هو يكون خفيف شوية. ممكن نقلل السي سي لايت سويب شوية، الانتنسيتي بتاعته، بحيث ان هو يكون بالشكل ده. تمام زي الفل. بعدين نعلم عليه 3D هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. 20 جوجل، من اول ما يبدأ يقول جوجل هتبدأ ان انت تصغر البوزيشن بتاعه، او نغير السكيل مثلا نخليها مثلا كده. تمام زي الفل. بعدين نحدد البوزيشن، نعلم كيفريم هنا ونمشي لورا شوية ونصغر او نقلل القيمة بتاع البوزيشن زي ما انا بقللها كده بالسالب. بعدين نعلم على الاتنين F9 وهنظبط الجراف بالشكل ده. 20 حلو. هنقدم الكي فريمز دي اللي قدام شوية. جوجل بس هنزود، انا بعيدهم عن بعض شوية على كده. 20 جوجل هنزود تاني. 20 جوجل دفعت اكتر. 20 جوجل دفعت. هنرحل النال والكاميرا لفوق شوية كده عشان نبدأ نشتغل عليهم. ممكن نعلمه مثلا بلون مختلف وليكن مثلا الجرين. حلو. هو بيقول جوجل دفعت اكتر من، تعال نسمعها هنا كده نشوف اللي حصل. اكتر من 26 مليار. من اول ما قال 26 الدولارات بدأت تظهر. دفعت اكتر. هنعلم هنا في النار، هندوس حرف البي، هنعلم كي فريم، هنمشي لقدام شوية ونرجع خطوة لورا، وهنعلم الاتنين 2 كي فريم وهندوس F9. هنعلم الجراف ونخليه بالشكل ده كده. بقينا عملة الدولار. هنروح للبروجكت بتاعنا ونجيب عملة الدولار. اوكي، وهنعلم عليها 3D وهنصغرها ونحط عليها افكت ترانسفورم، ونظبط الروتيشن بتاعها بحيث ان هو يكون بالشكل ده. ممكن زاوية اكتر ونحطه هنا مثلا كده. اوكي. بعدين من الافكت كنترولز هنروح للبوزيشن اللي موجود في الترانسفورم ونعلم عليه. بعدين هنمشي لقدام شوية، او ندوس حرف اليو نرحل الكي فريم ده لقدام شوية ونرجع ورا، وتحاول ان انت تنزل الورقة كت. بعدين اتعلم الاتنين كي فريم F9 وادخل الجراف بالشكل ده. اوكي. 26. حلو زي الفل. هتعملها تكرار 4 مرات، او قبل ما تعمل تكرار ضيف عليها افكت ستوديو شادو وتخلي القيمة دي او الزاوية دي 176، وتقلل الاوباسيتي وتزود اللينس اللي موجودة هنا. تمام. في حاجة بس بسيطة، ان انت تروح لجوجل وتدوس على حرف البي هيبدأ يظهر معاك الكي فريمات بتاعته. عاوز بس تزود الكي فريم بتاع جوجل بحيث ان انت تخليه بالشكل ده، تكبره شوية يعني، بحيث لما الدولار يجي من تحتيه يفضل موجود تحتيه.
يبقى هو كده تحت الدولار، تحت علامة الجوجل. تمام. في حل ابسط ان انت ممكن تجيب الدولار نفسه اصلا وتسحبه تحت، بس ايه ممكن ما تظبطش معاك، فانت العب بالبوزيشن احسن يعني. كده احنا ظبطنا الدولار بتاعنا. هنعمل له 1 2 3 4، 4 نسخ منه او 3 نسخ، بحيث ان هم يكونوا اجمالي في الاخر 4. بنعمل دبليكيت ازاي؟ عن طريق ان انت بتدوس كنترول دي من الكيبورد، تبدأ ان انت توزعهم بالشكل ده، وتجيب العملة التانية، عفوا، تبدأ ان انت تسحبهم بالشكل ده، وتجيب العملة الرابعة بحيث ان هما يكونوا بالشكل ده. في عملة فيهم يعني المفروض دي تكون تحت دي، فنروح نحددها هي فين. هي فين؟ ايوه هي دي، ولا دي؟ ايوه هي دي. فالمفروض دي تكون فوقيهم كلهم زي ما انت شايف. اوكي، ما دام كلهم نفس القيمه بتاع البوزيشن، يبقى القيمه او اللاير اللي فوقيهم هي اللي بتغطي عليهم، ما دام كلهم نفس القيمه بتاع البوزيشن اللي هي دي. انما لو القيمه دي مختلفه، مثلا لو لعبنا كده، هي تبدا تختفي او تبدا تعلي عليهم، فاحنا نخليها زي ما كانت مصفره. لو جينا سمعنا تاني في سنه 2000، احنا مش عايزين نبدا ب 2000، احنا عايزين نبدا مش ما فيش حاجه اصلا يعني زي كده. في سنة 2021 جوجل دفعت أكتر من 26 مليون. الليارات دي بدأت تظهر مع بعضيها. أنا ممكن نحددهم كلهم كده ونخليهم مثلا فوق الرقم نفسه. تمام، بحيث إن هما لو كانوا موجودين هنا يبدأ يظهروا ويغطوا الرقم. في حاجة تانية، إن احنا مش عايزينهم كلهم يظهروا مع بعض، فاحنا نخليهم كده. تعالى كده نشوف. دفعت أكتر من 26 مليون. كده بقينا الرقم، هندوس على علامة التكست اللي موجودة هنا ونكتب الرقم بتاعنا. مش هنكتب فيه اي حاجه، ممكن تكتب فيه اي كلام، مش هنعمل بيه اي حاجه. ادوس سلايدر كنترول، اضيف عليه عفوا افكت سلايدر كنترول، سلايدر كنترول. بعدين هتفتح التكست بتاعك، تروح للتكست، هتربط السورس تكست بالسلايدر، هتفتح السلايدر او هتسيبه زي ما هو، عفوا هتفتح السورس تكست. بعدين هتضيف الاكسبريشن ده اللي انا ان شاء الله برضه هسيبه لك في الوصف مع الاكسبريشن الاولاني. تمام، هتضيفه هنا. اوكي، هيبدا يظهر معاك العلامه دي. يعني مثلا لو عملنا لاير 3 دي، احنا كده كده هنعملها 3 دي يعني. كبرنا القيمه بتاع السكيل وحطيناه هنا. احنا عايزين بس نعرف في الريفرنس بتاعنا الرقم كان موجود تحت جوجل. تمام. هتحدد عليه، هتعلم على علامه الساعه اللي جنب السلايدر، هتمشي لقدام شويه. اكتر من 26 مليار. 26 يبقى هتكتب 2600، لأن هو بيضرب الرقم في 100 أو أعتقد في 1000. لو تلاحظ في الإكسبريشن أوريك دلوقتي. تمام، فإحنا نصغر كده. لا، دي 2 مليار 600. لا، إحنا هنزود صفر كمان، زيرو. تمام، بحيث إن هو يكون فيه 9 أصفار. أوكي زي الفل. هتصغر التكست بتاعك بالشكل ده. طيب ليه؟ طيب احنا بنكتب 200 او 260 الف، مش بنكتب الرقم كامل، لان السلايدر كنترول بيكون اخره مليون، مش بيعدي الرقم ده. فالاكسبريشن اللي احنا ضفناه في السورس تكست بيسمح لنا ان احنا نعدي الرقم ده عن طريق ان هو بيضرب الرقم ده في كام؟ في مليون. يعني احنا لو كتبنا 260 الف فهو بيضربها بمليون. كده ناقص ان احنا نضيف افكت فيل، عن طريق ان احنا ندوس افكت فيل، بيظهر معانا باللون ده. هو كان في الاول ظهر بالاخضر وبعدين بدأ يظهر بالاحمر. تمام. خلينا بس نحدد الاتنين، او من اول هنا مثلا كده، احنا ممكن نبدأ نظهره من اول هنا كده، ونروح قاصين اللاير من هنا من 26. نوسع القيمة دي شوية، مليار بس لحد هنا كده كويس. ممكن نعملها من هنا اكتر من 26. لا، ممكن نخلي اللاير دي تبدأ من هنا اكتر من 26 مليار دولار. لا، نودي الكي فريم ده لقدام شوية. مليار دولار. نوديه لقدام شوية تاني، لأن هو خلص الكلام بعد ما قال مليار دولار. مليار. تمام. بعدين هنبدأ إن احنا نحدد على القرار ده، وبعدين نروح للإفكت كنترولز، نلاقي التكست بتاعنا محطوط عليه الإفكت الفيل اللي احنا حطيناه. هنيجي جنب القرار نلاقي علامة ساعة، نضيف عليها، هندوس عليها عفوا، وهتدوس على حرف اليو من الكيبورد بتاع التكست. هتمشي لقدام شوية كده، الكي فريم اللي انت حدده ده هتوديه في المكان ده.
وبعدين ترجع تاني من الاول. انت ممكن تعملها اصلا من الاول تخليه اخضر بعدين احمر، بس هي الفكره كلها انه يكون في القيمه الاولى اخضر وبعدين يقلب احمر. فاحنا نخلي دي القيمه دي مثلا اخضر، فالكي فريم ده كان اخضر بعدين قلب احمر. تعال نشوف كده. تمام زي الفل. اكتر من 26 مليار. ممكن نرحل الاحمر كده لقدام شوي والاخضر برضو ايه، بحيث ان الخساره اكتر من تيجي في الاخر. 26 مليار. تمام زي الفل. بعدين نحدد التكست بتاعنا، هنضيف عليه افكت استوديو شادو، ونقلل الاوباسيتي بتاعته، ونحط عليه افكت ديب جلو، هنخلي القيمة دي 0.1 او 2 مثلا. عفوا ممكن احسن القيمة عالية شوي، ممكن نخليها مثلا 0.1. تمام. ممكن نخلي دي 700. تمام زي الفل. تعال نسمع كده نشوف الريفرنس. عشان يبقى محرك البحث الافتراضي. تعال نسمع كده. في سنة 2021 جوجل دفعت أكتر من 26. احنا مش عايزين التكست يظهر فجأة كده، فاحنا هندوس على حرف التي، هنعلم كي فريم او ندوس على علامة الساعة اللي جنب الاوباسيتي، هنرحل الكي فريم ده لقدام شوي وهنخلي القيمة دي 0. أكتر من 26 مليار دولار. الكومبوزيشن بتاعنا انا لاحظت ان هو واقف لحد المدة الزمنية دي اللي هي 5 ثواني، فاحنا هندوس كليك يمين عليه وهتدوس كومبوزيشن سيتنجز، وهتزود القيمة دي، ممكن نخليه مثلا دقيقة عادي براحتنا يعني عشان ناخد راحتنا في الكومبوزيشن. تمام. هيبدأ ان هو يفتح معاك الكومبوزيشن بالشكل ده. هنرحل الحاجات دي لقدام كلها كده، والتكست نفس الكلام كده. مش باقي معانا غير الكومبوزيشن بتاعنا. الكومبوزيشن بتاعنا ايزي خالص، ممكن ندخل عليه اللي هو بتاع جوجل، وادوس كليك يمين عليه كومبوزيشن، ونخلي الكلمة دي 1 والدقيقة وخمس ثواني. هنسرعه كده ونعلي ونودي اللاير بتاع جوجل كده نوسعها، ونرجع تاني الكومبوزيشن. هنوسع الكومبوزيشن كده. تمام. في سنة 2021 جوجل دفعت أكتر من 26 مليار دولار. عشان يبقى من اول هنا ونعلم على النل بتاعنا. فين النل بتاع الحركة؟ النل ده اللي احنا بنتحرك بيه. ندوس حرف اليو، هنعلم على علامة الكي فريم اللي موجودة هنا في البوزيشن عشان يبقى محرك البحث الافتراضي. وبعدين نرجع لورا كده، يعني مش قوي يعني، مثلا ممكن لحد هنا كده. تمام. وهنعلم على النل بتاعنا تاني الاتنين كي فريم. تعال نرجع كده. عشان يبقى محرك البحث. محرك البحث يبدأ يظهر معانا الشاشات بتاعتنا بقى. فين الشاشات اهي؟ الشاشات بتاعتنا كلهم في صورة واحدة. تمام. فهنعلم عليها 3D، هتبدأ تظهر بالشكل ده. احنا عايزينها فوق الكل، فهنوديها كده ونلعب في البوزيشن بتاعها. اوكي. بعدين نصغر في السكيل شوية. احنا معانا دلوقتي الشاشة او الشاشات بتاعتنا كلها في صورة واحدة، فهنعمل ايه؟ هنعمل تكرار للصورة دي 4 مرات عن طريق ان احنا ندوس كنترول دي كنترول دي كنترول دي، وبعدين نجيب أداة البين تول اللي موجودة هنا وتحدد كل حاجة لوحديها. يعني مثلا الشاشة لوحديها كده، انت معاك الاربع حاجات منفصلة عن التانية. لو جيت حركت دي هتتحرك بعيد عن دول. هتبدأ ان انت تحركهم بحركة عشوائية. يعني ممكن تخلي ده هنا وده هنا وده هنا. تمام. ممكن تكبر السكيل بتاعه شوية. وفي اختصار بس انت لازم تعمله، ان انت تسنتر الانكر بوينت، يعني تحددهم كلهم كده وتدوس تسنتر في الانكر بوينت اللي هو كنترول شيفت هوم من الويندوز. تمام كده كلهم ظاهرين بالشكل ده. لما النار يبدأ يرجع، خلينا بس نقلل الجودة عشان الحركة تكون سريعة شوية. عشان يبقى يبقى محرك، هنحدد كلهم كده من أول كلمة محرك البي، وبعدين نرحل هندوس على حرف الساعة اللي جنب البي، هتعمل معانا 4 كي فريم في الأربع ليرات. نرحلهم لقدام كده شوية، بعدين نعمل زوم أوت، بعدين نمسك لاير بقى، هنطلع اللاير دي لبره، واللاير دي لبره، واللاير دي لبره، واللاير دي لبره. هنحددهم كلهم F9. هنروح للجراف، هنحدد دولة، ندوس حرف ال V وهنسحبهم كده، بعدين هنحدد دولة ونسحبهم كده. محرك البحث تمام.
ده ممكن نرحلهم كده لقدام شوية عشان يبقى محرك البحث تعال نشوف عشان يبقى محرك البحث الافتراضي. تمام زي الفل. هتروح للصور بتاعتك عشان يبقى محرك البحث. لو في حاجة احنا نسينا نعملها في الدولارات، ان احنا نجيب الاربع ليرات بتاعت الدولارات ونكررها ونعملها مثلا لون مختلف، وليكن اللون ده. هتعمل ايه بقى يا باشا؟ هتحدد الليرة تحت، تضيف عليها افكت ديب جلو، هيبدأ يظهر معاك الإنارة اللي انت شايفها دي. انت مش عارف انت شايفها ولا لا، بس هتبدأ ان انت تحطها وخلاص. تمام، تحدد التلاتة دول وتضيف عليها الافكت ده. لو جينا رجعنا كده لورا زي ما انت شايف الإنارة اللي موجودة دي، اوكي. لما الشاشات دي تبدأ تظهر، الشاشة دي نفسها ما اتحركتش، فنعين من عليها البوزيشن بتاعها. تمام، ونرحله لقدام شوية بحيث ان هو يكون مش ظاهر في الكادر. ايوه كده، مليار دولار ايوه، الله ينور عليكم. وبعدين اتصغره كده وتحطه مثلا هنا. تمام، ممكن برضو ايه يعني نبعده خالص. مليار دولار تمام، عشان يبقى محرك البحث الافتراضي. فين اللاير دي؟ اللاير دي بس ايه عايزين نزحها كده لهناك شوية. تمام، بعدين بقى يا باشا هتحدد الاربع لايرات دول، هتعمل لهم تكرار. تمام، وهتخلي اللون اللي فوق مثلا وليكن اصفر. بعدين هتضيف على الاصفر ده الاستوديو شادو بتاعك. تمام، هتحدد اللايرات الصفرا دي كلها كده وتضيف الاستوديو شادو بتاعك. واللاير اللي تحت هنضيف عليها افكت ديب جلو. تمام، هنضيف الديفكت ديب جلو، هيبدا يظهر معانا بالشكل ده. هنخفف القيمه بتاعته بحيث ان هو يكون 0.3 مثلا، يعني مناسب نوعا ما. اوكي، وبعدين هناخد الافكت ده كوبي ونضيف على كل الليرات اللي موجوده تحت اللير الاساسيه، هيبدا يظهر معانا بالشكل ده. تمام، لو جينا شفنا المشهد كده، دفعت أكتر من 26 مليار دولار عشان يبقى محرك البحث الافتراضي في أجهزة ومتصفحات مختلفة. احنا كده وصلنا لحد نهاية الفيديو. ان شاء الله اعمل لكم جزء تاني عشان اشرح باقي التوتوريال اللي انت شفتها في اول الفيديو، لان الجزء الجاي ان شاء الله ممكن يكون صعب شوية. فلو انت ان شاء الله عجبك الفيديو، متنساش تعمل اللايك عشان بس اعرف ان انت عايز الجزء التاني من الفيديو، واعرف ان انت حابب السلسلة دي. فبس دي كانت فكرة فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.